السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة ونعيم الدارين الدنيا والآخرة. معنا النهاردة موضوع مهم جدا هنتحدث فيه، وهو عن فن القيادة. إن أنا أكون قائد، اقدر ان انا اتعامل مع الموظفين اللي عندي، اقدر ان انا اتعامل مع الناس اللي معايا في بيئة العمل، اقدر ان انا اتعامل في الحياة بشكل عام. معانا النهاردة هيكون في هذا البث المباشر، وده فخر ليا وشرف ليا. هيكون معايا دكتورة غالية وراقية جدا جدا. دكتورة هي من بلد جميلة جدا، نشأت في بلد جميلة جدا، وبلد راقية جدا، وبلد حبيبة علينا، وهي فلسطين الأبية الغالية الحبيبة. وهي دكتورة أسماء الفارس، المدربة الدولية. هي فلسطينية المنشأ، أردنية الجنسية. وهي النهاردة هتشاركني إن شاء الله هذا البث المباشر، اللي هيكون أكثر من رائع إن شاء الله. وهنبدأ إن إحنا نتحدث في فن من أروع الفنون، وهو فن القيادة. إن شاء الله يكون معنا في هذا البث الآن إن شاء الله. السلام عليكم، ازيك يا وعليكم دكتورة؟ وعليكم السلام، يا هلا، كيفك دكتور؟ منورة يا دكتورة أسماء. أنا لسه بقول بعمل مقدمة عن الدكتورة الغالية والراقية الدكتورة أسماء، وبقول للناس إن الدكتورة أسماء هي فلسطينية المنشأ، أردنية الجنسية، وتعيش في الأردن. وهي مدربة دولية طبعا، معروفة وليها باع في عالم التدريب. ويكفي هذه الابتسامة التي تسعد القلوب دائما يعني. الله يسعدك الدكتورة يا رب. أسماء حياك، يا مرحبا فيك. صديقة غالية وراقية جدا جدا. والنهاردة يعني أنا فخور وليا الشرف إن أنا يعني أتشارك مع بعض هذا البث، اللي إن شاء الله هيكون أكثر من رائع. وهتكلمينا طبعا عن فن من أروع الفنون، وهو فن القيادة. وإزاي إن إحنا بقى يا دكتورة أسماء نتعامل بيه في الحياة، ونتعامل بيه في بيئة العمل. لأن أنا ملاحظ دائما أن هناك، خصوصا في بيئة العمل، بيكون هناك الكثير من التحديات اللي لازم إن إحنا نتخطاها عن طريق العلم والإدراك والمعرفة اللي أنا دايما بنادي بيه. والله سبحانه وتعالى حتى أول آية نزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي والسلام. اقرأ، اتعلم، افهم. مع إنه ما كانش بيقرأ أو بيكتب. مش عايز أطول المقدمة أكثر من ذلك، لأن الشهادة فيك مجروحة يعني مثل ما بارك يقال. الله فيك، بالعكس أنا كثير سعيدة لهاي الاستضافة الرائعة، وكل شرف أن أتواجد مع حضرتك دكتور هيثم. يعني أنت شخص ما شاء الله مثقف، موسوعة علمية ما شاء الله عليك. بالعكس، وصديق وأخ من مصر. يا مرحبا فيك وأهلا وسهلا، بشرف فيك، بتشرف بوجودي معك وبكل الحاضرين إن شاء الله. اليوم إن شاء الله حيتابعونا عن موضوع جدا مهم، لازم نتطرق له، اللي هو الموضوع القيادة. بالنسبة لمفهوم القيادة، للأسف هناك اختلاف ما بين الأكاديميات حول موضوع، أو ما بين المدربين بشكل عام عن موضوع القيادة. يعني الأغلب بس يسمع كلمة القيادة أول ما بيخطر في باله كلمة السيطرة والإدارة، وإنه رئيس مركز ورئيس شركة وابن ملك ولي عهد صاحب منصب اجتماعي عالي. ولكن هذا الشيء يعني للأسف خاطئ جدا. موضوع القيادة موضوع أبسط مما تتخيل، وبنفس الوقت هو هدفه سامي جدا وعالي. قد يغير حياة الإنسان العادي إلى حياة أخرى ومفهوم آخر، إذا الإنسان مشى في طموحه نحو القيادة بالمفهوم الصحيح للقيادة. فإن شاء الله اليوم الموضوع حيكون جدا حلو. رح نحكي عن مفاهيم القيادة والأكاذيب التي تدور حول موضوع القيادة، اللي هي بدنا نحكيها من بعد هاي المحاضرة إن شاء الله.
أي شخص فهم موضوع القيادة بالمفهوم الصحيح له ما راح يتردد أبدا في التسجيل في كورسات القيادة مع أي مدرب حول العالم إذا كان هو نفسه عرف إيش الهدف من وراء هاي القيادة. طبعا بالنسبة للقيادة بدنا نعرف في البداية هي فن وعلم. فن يعني فنون التأثير مثل أي فنون أخرى وأساليب المدربين والتأثير والقدرة على التغيير كمدرب. وعلم توجيه، علم في التوجيه والتحفيز والإلهام، يعني شيء جدا رائع. بدي أبسط لك الموضوع وأبسط للأشخاص اللي راح يشاهدون الموضوع إنه كيف تجعل شخص، تخيل أنت حتى تكون قائد معناها كيف بدك تجعل شخص آخر يعمل عملا أنت أردت عمله، ولا لأن هذا الشخص يريد أن يفعل ما أنت تريده. يعني هو راح يعمل شيء أنت بتحبه لأنه هو بيحبك بقناعة ورضا. طبعا هذا الشيء مش أي شخص ممكن أن يصل لمرحلة القيادة والقدرة على التأثير في من حوله بأن يصبحوا يتبعونه برضا وبحب، ويعني هم أصلا خلاص عقلهم حيشتغل بناء على عقلك أنت كقائد لهم. طبعا أكيد قيادة معناها في عنا عمل جماعي وفي عنا هدف مشترك راح يكون ماشيين عليه الجميع. بيعتقد الكثيرين للأسف بأنه القيادة منصب مرموق أو لقب مشرف، ابن ملك، ابن وزير، ولي عهد، صاحب شركة. حتى أكون قائد لازم أكون أنا موظف شركة ماخذ. لا 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 لا، لأن القيادة الحقيقية بصراحة هي أعظم وأسمى من ذلك بكثير. كيف؟ منصب القيادة للعلم اللي الناس أصلا ماخذ فيه مقلب، منصب القيادة هي المستوى الأدنى من مستويات القيادة الحقيقية بين 5 مستويات. يعني ضروري جدا الأشخاص يعرفوا بأن هناك 5 مستويات للقيادة، وتخيلوا أدنى مستوى هو أنك تكون قائد بمنصب. صحيح. لأنه أيوة قائد بمنصب، يعني أنت انولدت ابن شخصية أو صاحب ابن مدير شركة أو ابن شخص سياسي، فلذلك أنت والله إيش أصبحت قائد لأنك مولود هكذا. ولكن ضروري جدا أن ننبه للنقاط الأخرى اللي أنا بدي أحكي عنها اليوم، بأن موضوع القيادة ضروري نعرف القيادة مش معناها أني أنا سأقود أشخاص، والقيادة ليس لها ارتباط بالإدارة، يعني مش أنا مديرة. صحيح صحيح صحيح. القيادة يا جماعة، القيادة باختصار هو من يجعلك إنسان ذو قدرات أكثر من السابق. أنا كقائد راح أرفع قدراتك وأخليك تشتغل بأقوى طاقة، يعني باور عالية، بدون ما أنت تحس أصلا أني أنا دعمتك ووصلتك لهالمرحلة. لذلك لما نيجي نحكي عن القائد، القائد هو شخص ملهم، يلهم الآخرين لما أنت توجههم إليه. يعني أنا عندي صحيح. هدف عم بشتغل عليه كقائد، بدي أخلي كل الطاقم اللي عندي يشتغلوا ضمن الهدف اللي أنا شغالة عليه. طبعا لابد إني أحفزهم بالإلهام، لازم أكون شخص ملهم، مش بالإجبار، مش بالمنصب. لذلك الآن بدي أتحدث عن الخمس المستويات بشكل عام، راح أذكرهم عشان يكونوا الأشخاص واضحين. هناك 5 مستويات للقيادة. المستوى المتدني آخر شيء اللي هو حكينا عنه، اللي الناس أصلا ماخذة فيه مقلب، اللي هو أنك تكون قائد من خلال منصب إشرافي. هذا المنصب متى بتاخذه أنت؟ بيتبعك الناس فيه لأنه يجب عليهم ذلك. خلاص أنت مدير الشركة، يعني غصبا عنهم بدهم يتبعوك، ما فيش مجال للنقاش. أيوة مجبور. لذلك احنا هذا بنسميه أدنى مستويات القيادة، بيجيك اللي أعلى منه بشوي، وهون بتكون القيادة من خلال القبول، من اسمها قبول. تصل إلى هذا المستوى عندما تجعل جو العلاقات ما بينك أو جو العمل كلياته ممتع، فبحب الناس وقتها إيش؟ إنهم يتبعوك. دكتورة أسماء، عايزين نوضح للسادة المشاهدين أيضا والسيدات الفضليات المشاهدات عن موضوع مهم جدا لازم نتطرق ليه. أولا، ما هو الفرق بين المدير والقائد؟
لان الناس دائما رح نوصل. بتظن ان خلاص بدل وصل لمنصب المدير فهو قائد، ايوه وليس كل مدير قائد، ولكن كل قائد فهو مدير. صحيح. يعني احنا عايزين نشرح للناس الفكر، عشان زي ما انا مقتنع بيها يا دكتورة اسماء دائما، ان الايدي المرتعشة لا تبني الامم، والايدي المرتعشة ستظل مرتعشة إن لم يكن هناك الإدراك والوعي والمعرفة، وده اللي احنا بنحاول نقدمه للسادة احسنت المشاهدين المشاهدات الآن إن احسنت. شاء وانا الله. اصلا هذا اليوم اللي انا راح اتحدث عنه، اللي هي الاكاذيب التي تدور حول موضوع القياده والمفاهيم الخاطئه لموضوع القياده، بانه خلاص هو قائد يعني مدير شركه يعني كذا. لا، اليوم ان شاء الله هاي الاشياء البسيطه راح احكي فيها على السريع عشان ما ناخذ وقت طويل، ولكن راح توصلهم المفهوم الصحيح للقياده، وايش كلنا الفرق بين قائد وبين مدير. أذان صاغية يا دكتورة أسماء، الله كلنا يسعدك. أذان صاغية. الله يسعدك يا رب. إذا نكمل كلامنا بأنه حكينا المستوى المتدني ومن 5 مستويات. المستوى المتدني اللي هو أنك تتولى بمنصب إشرافي، هون أنت إداري أو قائد من خلال منصب. اللي بعديها قائد من خلال القبول، هون كان في عندنا جو وعلاقة طيبة بينك وبين المتلقين عندك، فيصبح هناك يتبعوك لأنهم لقبولهم لك لا لمجرد منصبك. اوكي، انت مدير شركه عليهم، بس برضه هم يشعرون بالقبول لك. نيجي اللي اعلى منها بشوي، اللي هي المستوى الثالث، القياده من خلال الانتاج. متى بتوصل لمرحله انك تصير قائد من خلال الانتاج؟ تصل اليها عندما تحقق نتائج تشعر الفريق بالفخر. انت هون حققت نتائج، فبالتالي اصبحوا يتبعوك لما شاهدوا من نتائج انت ايش حققتها. طيب الأعمال هيك بتاعته. وصلنا للمرحلة الثالثة، نطلع أعلى شوي اللي هو المستوى الرابع، القيادة من خلال تطوير الآخرين. شوف هون الروعة. أنا بالنسبة لي المستوى اللي هو الرابع والخامس هم الأروع. هون الشخص بيكون أو بتشعر بأنك أنت جعلت كقائد وضعت مالك ووقتك وتركيزك في اكتشاف وتطوير الأعضاء. الله. يعني أنت هون مكنت قادة جدد. ليش؟ اللي هم يتبعوك، قد يكونوا أفضل منك تميزا. يعني أنت مش بس اشتغلت على القيادة، لا، أنت صنعت قائدين آخرين قد لا يقل تميزا عنك كقائد. نيجي للمستوى الأخير وبنسمع فيها بالمسلسلات اللبنانية كتير، الزعيم. الزعيم، وفعلا الزعيم هو أعلى مستويات القيادة. متى أنت بتوصل للقيادة من خلال الزعامة؟ متى بتصير زعيم مش قائد؟ أنت هون بتكون يعني بناء عمرك كله، يعني أنت تخيل سنين عمرك اشتغلت على بناء وتمكين مين؟ الأشخاص الأكفاء، ولكن بشرط انك انت ما تخليتش عن نزاهتك كقائد. انت ما اشتغلتش على مبدأ اني انا بدي يعني بدي اطحن كل اللي تحتي عشان انا اظني الزعيم. هون المفهوم الخاطئ للمسلسلات المصرية، الزعيم الفلاني مثلا لما يصير عصابات. النقطة بتاعت حضرتك دي أكثر من رائعة دكتورتنا الغالية والراقية الدكتورة أسماء. أنت كده عايزين برضو نفهم السادة المشاهدين والسيدات المشاهدات إن عشان أوصل إن أنا أكون زعيم أو قائد، لازم إن أنا أتحلى وأكتسب بعض العلوم الإنسانية الأخرى التي تؤدي إلى حدوث الكثير من الاتزان الانفعالي، كيفية فهم الآخر، كيفية لحظة، بدك تكون عارف دكتور محمد إنه الزعيم قد يكون أب، قد يكون أم، قد يكون رئيس قبيلة، قد يكون مديرة مدرسة، قد يكون في أي مجتمعات، دارس مش دارس، متعلم مش متعلم. القائد هو شخص يمتلك شخصية وروح القائد. يمكن تستغرب بأنه يعني بدنا نحكي أثبت التاريخ. طبعا هاي الأكذوبة اللي أنا راح أحكي عنها الآن، في أكذوبة بتحكي بأنه القائد شو ماله يولد ولا يصنع. بقول لك هذا الدورات والبرامج التدريبية اللي بتتحدث عن القيادة هذا أمر مش صحيح. طب أنا كيف بدك تحولني لقائد؟ أكيد أنا كمدربة ما معيش العصاية السحرية
اللي أنا بدي أغير حياتك بشكل كامل، ولكن قد أكون أنا كمدربة الشخص اللي بيحك الفانوس السحري ليطلع المارد اللي في داخلك. أنت في داخلك مارد، وهذا المارد هو من يحقق ما تحلم فيه يعني أنت شغال عليه، أنت حلمك جواتك. فأنا كمدربين هم بيستهينوا بشيء اسمه مدرب. المدرب أيضا هو قائد، إذا كان قادر على الإلهام ونزع وزرع أفكار، إذا أنت قائد بكل معنى الكلمة، أنت ملهم للآخرين. القيادة بمعنى سامي. هسه الأكذوبة بتحكي لنا بأنه إيش؟ إنه القائد يولد ولا يصنع. يعني أنت بتنولد، إذا انولدت ابن ملك، ابن ولي عهد، ابن شيخ، ابن قبيلة، ابن لك اسم، فأنت قائد. الجينات بتاعته. الله سبحانه وتعالى استخدم إيش؟ استخدم مصطلح الصناعة عندما تحدث إلى من؟ كلمة الصناعة عندما تحدث إلى سيدنا موسى ماذا قال؟ ولتصنع على عيني. إذا القائد يصنع، القائد يصنع. ليش؟ لأنه أصلا أثبت التاريخ بأنه مش كان في ملوك وفي كذا، التاريخ في الحضارات أثبت أنه الفئة العامة، كثير من الأشخاص الفئة العامة نجحوا وكانوا قائدين. لذلك هذا الأغلوطة تغيرت. صحيح أنه القائد يعني زي ما بيحكوها القائد يولد ويصنع، لأنه أي شخصية ممكن تتأثر بإيش؟ بالجينات أو بالمؤثر البيئي. هسه 2 توائم، خذ منهم واحد عايش ببلاد أوروبية وواحد خليه مثلا بالمنطقة اللي أنت فيها، قد يحدث تغيير رغم تشابه الجينات ما بينهم. فإذا العامل البيئي برضو قادر على التغيير. صحيح. فالدورات التدريبية هي من العوامل البيئية التي قد تغير الإنسان وتصنع منه قائد. فإذا هاي من أهم الأكاذيب اللي الناس أصلا فكرتها إنه أنا كيف بدي أكون قائد وأنا والله لا أبوي بيشتغل مدير الشركة ولا عندي فلوس ولا عندي عقارات. لا، أنت ممكن تكون قائد وأنت موظف بسيط في شركة. صحيح. قد تنجح الشركة كاملة بأكملها على مجهود وكتف موظف بسيط، وتكبر الشركة ويضل الموظف في نفس السلم الوظيفي تاعه، ضل سكرتير زي ما هو على سبيل المثال. وصلت؟ يعني انت حضرتك عايزة تقولي برضو أنها قد تكون أيضا ملتمسة للجينات بتاعة الإنسان، ولكنها مكتسبة حسب ما يرغب الإنسان. يعني الإنسان لو عايز يصل إلى أعلى المراتب بالإرادة والتطور الذاتي الداخلي، قد يصل إلى أعلى المراتب ويكون قائد وزعيم حسب المصطلح اللبناني الذي يطلق على كلمة القائد يعني. أيوه، شوف هلا في شيء اسمه بيحكي اللي هو القائد كاريزمي. شو يعني كاريزمي؟ يعني انولد له حضور وقبول. يا عمي هالبني ادم اول ما تشوفه بتحس له هيئه قائد، يا سبحان الله. ولكن هذا الشيء لا يكفي. الكاريزما وحدها يعني مستويات، عندك الرسمي، عندك المصطنع، عندك الطبيعي. هذا الشخص انولد عنده يعني سبحان الله له حضور وله قبول. الأهم من الحضور صحيح. يعني الناس سبحان الله بترغب هالبني آدم. لو وحد هالكاريزما لا تصنع القائد. الناس بتفكر إنه أنا إذا لبست رسمي حطيت قرافته خلاص أنا إذا دخلت على مكان أنا قائد. لا طبعا، لا يكفي. أنت بحاجة ل4 أشياء. KSAA. K يعني knowledge اللي هي المعرفة اللي أنت تحدثت عنها قبل قليل. أنت بحاجة لإيش؟ لمعرفة حتى يصير عندك كفاءة. كاريزما زائد كفاءة تصنع منك قائد. كاريزما زائد كفاءة تصنع قائد. طب الكفاءة شو شروطها؟ 4 حروف. K اللي هي knowledge، 2 اللي هي الS skills، لازم يكون عندك مهارات القائد اللي هي المهارات المرتبطة الجسدية، لغة الجسد اللي أنت الآن راح تتحدث عنها. لغة الجسد، نبرة الصوت، وقفتك، حركة إيديك، كل شيء يخص السكيلز والمهارات الجسدية. أيضا الA ability، لازم يكون عندك قدرة عقلية وقدرة ذهنية وقدرة جسدية. آخر شيء اللي هي الA الأخيرة الاتيتيود، اتجاهك. أنا اتجاهي رايح للقيادة ولا إيش؟ تمام؟ وأنت الآن إن شاء الله راح تتحدث لنا عن النقطة جدا مهمة اللي هي كاريزما القائد. في كاريزما القائد اللي هي المهارات تاعيته اللي هي
لغة الجسد المختصة بالقائد. يا عمي مجرد حركاته بتوحي لك إنه هالإنسان شو ماله؟ قائد. صحيح. هل ممكن الإنسان يتدرب؟ طبعا طبعا، لأنه لغة الجسد يتمرنون عليها حتى الأمراء والقادة. في ناس مختصين بدربوهم كيف يتحركوا، كيف يمشوا، متى يتكلموا، حركات لغة الجسد، لأنها كلها محسوبة عليهم. فهذا الموضوع يا جماعة فعلا جدا مهم، وإن شاء الله حنسمع منك اللي هو الموضوع اللي بالنسبة لي أنا كتير بحبه، لغة الجسد. يعني موضوع بالنسبة لي لا يقل أهمية عن أي مواضيع أخرى ممكن الإنسان يتحدث عنها، وهي علم أصلا بحد ذاته، هي علم الصامت. أنا ممكن أتحدث معاك وأوصل لك رسالة مني بدون ما أنطق ولا كلمة. لسه معاك وقت أكمل؟ اتفضلي اتفضلي، انا مستمتع بالحديث الشيق دوت، واكيد كل من سيشاهد دكتورتنا الغالية مستمتع طبعا. اتفضلي يا فندم. الله يسعدك يا رب. في شغلة كمان حابة أحكي عنها، أو بدي أذكر مثلا اللي هي أحد الأكاذيب تحكي لك إن القدرة هي مهارة نادرة، أو القيادة مهارة نادرة. يعني مش أي حدا ممكن يتمتع بهاي الصفة. طيب لو صحيح هذا الكلام بأنه هاي القيادة ناس القائدين ناس نادرين في هذا الوجود، طيب ما هي الأسرة فيها أم، والأم قائدة، وفيها أب، والأب قائد. العشائر فيها مختار، وفيها يعني عرفت كيف؟ برضه هو قائد. القبائل، الدول، الشركات، كلياتها هاي فيها الشخصية القائدة. إذا هاي الأكذوبة لا يرتبط بمكان بعينه. أيوة. حتى أحكي لك، طفلك لما يكون يلعب بين زملائه، لاحظ عليه بيكون واحد منهم شغال بشخصية القائد، هو الموجه، هو مشغل الفريق كامل ليلعب بالطريقة اللي هو شايفها مناسبة له، لأنه هو قائد. إذا القيادة ليست مرتبطة بعمر. أنا الآن عم بجهز لبرنامج اللي هو كيف تصنع من ابنك قائدا. رح نشتغل على فئات عمرية اللي هي فئات الأطفال، وفئات اللي هي المراهقين. طبعا هذا الهدف في هذا البرنامج له يعني هدف جدا سامي، هو صحيح أونلاين، ولكن يعني رح يغير شخصية الأطفال، وراح يخرج القائد الموجود بداخلهم، لأنه كل إنسان داخلنا في ميزات قوية، ولكن نحن أحيانا قد نغفل عن وجودها. يعني دائما أنت دكتور هيثم لما يفوت عندك شخص أحيانا بس يطلع من عندك في نهاية الدورة بيكتشف إنه هو فعلا كان عنده أشياء، بس مين اللي اكتشفه؟ أنت كقائد، أنت كمدرب. هو بيستغرب من التغيير اللي حصل في حياته، بس هو ما كانش عارف أصلا إنه هذا الشيء موجود في داخله. يمسح التراب فقط لا غير، حتى يلتمع أو يكون هناك بقى البريق لدى الأشخاص، يعني مثل ما يقال. صحيح كلامك صحيح. هلا في شغلة بدي أحكي عنها، أحد القصص يعني البسيطة اللي ممكن توصل الفكرة للأشخاص. هلا في أحد الشركات حصل فيها عجز، وكان مفروض إنه كل سنة فيها إيش؟ فيها زيادة سنوية لرواتب الموظفين. طيب، ولكن مين دائما بيلجأوا لمين؟ للقائد. لمين؟ تعال يا مدير الشركة، أنت بدك تدبر حالك، ما معانا لا نرفع رواتب، والموظفين اللي ما رح نرفع له الراتب بده في زيادة ما أخذها ممكن يترك الشغل ويطلع. شو عمل؟ طبعا عمل اجتماع وحاول انه يحل المشكله تعالوا يا امور الماليه، ما عرفوش. خطرت بباله فكره خطيره للغايه. شو عمل؟ ارسل رساله لجميع الموظفين في الشركه: لانكم موظفين الاعزاء والمخلصين، وهذه السنه حصل عجز لدينا، ولانكم تتعاونون معنا سيتم خصم 25% من راتب كل موظف. الله، 25%! طبعا كارثة، صارت مشاكل في الشركة كبيرة، وكلهم راحوا يشتكوا. وإيش القرار هذا وخصم 25%؟ يعني لا، مش بس ما في زيادة، لا كمان خصم 25%. تركهم أسبوع وهم حايصين في هذا القرار. بعد أسبوع رجع أرسل رسالة
إلى موظفين الأعزاء، نقدر جهودكم ولأنكم عزيزين علينا قررنا التالي. شو هو؟ لن يتم خصم أي مبلغ من أي موظف منكم هاي السنة، وأنا سأتحمل المسؤولية بأكملها. طبعا بعد الرسالة من هون انهالت عليه رسائل الشكر والاحترام والتقدير. إيش الفكرة؟ الفكرة أنه شوف ذكاء القائد في حل المشكلة، كيف استخدم الذكاء والحنكة في حل المشكلة، وكيف لأن القائد إذا ما كان يتمتع بالذكاء لن يستطيع النهوض بالمنظمة اللي هو شغال فيها. سوالهم مقياس ذكي اللي هو أشعرهم بأنه هو المتفضل عليهم، هو وهذا المتفضل عليهم. ما يسمى بالذكاء العاطفي. هذا ما يسمى بالذكاء العاطفي. هو استخدم الذكاء العاطفي في لمحة جميلة جدا، وقد فعل ما يريد مثل ما يقال يعني. أيوة. هي في معادلات في هذا الكون ومقاييس مختلفة تختلف حسب الموقف. يا دكتورة يعني أسماء، القصة اللي حضرتك قلتيها الأكثر من رائعة دي، لو تفتكر احنا عندنا قاعدة في التدريب مهمة جدا، ويقال بنقولها وبنعلمها للسادة المتدربين والسيدات المتدربات دائما، بنقول ايه؟ تتعدد الأساليب والهدف واحد. يعني أنا ممكن أوصلك لهدف بأسلوب أنت تستقبله وتحبه، وممكن أوصلك لهدف آخر هو نفس الهدف ولكن بأسلوب آخر قد تنفر منه. صحيح. هنا الفلكسبيليتي بتاعت القائد بقى، زي ما احنا موضوعنا النهارده يعني. ايوه يعني صراحه انا يعني في دوراتي، انا في عندي دوره خاصه اسمها القيادي والتحدث امام الجمهور. يعني الاروع ما فيها مش اني فقط بس اني انا بعطي الدوره لما اشوف انه المتدربين نجحوا باكتشاف القائد في داخلهم. هنا هي رحله اكتشاف، هي اصلا هاي الدورات رحله اكتشاف لاعماقك، تطلع منها بشخصية مختلفة، إنسان مختلف. يعني هون باختصار تخيل لو إحنا في عنا 3 صحون، أوكي، 3 أواني، بارد ساخن ومتوسط. أروح أنا جبت 2 قلت له واحد حط إيدك بالماء الساخن والثاني يحط إيدك بالماء البارد، تمام؟ حطها مدة دقيقتين. بعدين طلبت من اللي حط إيده بالإناء الساخن شيل إيدك حطها في الإناء المتوسط. شو راح يشعر؟ راح يقول لك ممتاز. شيل البارد، طبعا بعد ما بردت ايده راح حطها وين؟ بالاناء اللي ايش؟ المتوسط الحراره. فاذا ايش اللي راح يصير هون؟ بتختلف المقاييس باختلاف الظروف. اللي كانت ايده بالمي الحاميه غير عن اللي كانت ايده بالمي البارده. فالشركه او الموظفين في الشركه في القصه اللي تحدثت عنها هم الاشخاص اللي كانت ايديهم بالمي الحاره، فهو راح وضع ايدهم دقيقتين، خلى القرار، اعطاهم شيء اصعب، قرار اصعب مما هم كان راح يصير فيه عليهم، تمام؟ بعدين قال لهم شيلوا، بعدين خلاص يلا حطهم بالوسط، اعطاهم حل وسط. فهي هاي التجربه يعني تجربه فكرتها بسيطه، ولكن هي تتحدث عن القصه كيف انه الانسان احيانا يوضع في ظروف قد تكون هاي الظروف صعبه جدا، ولكنها شو مالها؟ قد تصنع منك شخص قائد لرفع قدرتك على التحمل. فإذا هل يمكن، يعني السؤال اللي أنا بدي أسأله للناس، هل يمكن بناء هاي الشخصية القيادية؟ الجواب طبعا نعم. ممكن تبني الشخصية القيادية إذا أنت اشتغلت على 25 مثلا مهارة، ولكن هدول المهارات إذا اشتغلت عليهم بكل طاقتك وبشغفك وقرارك الصارم أكيد ستصبح شخص قائد. بكفي لهون ولا كمان أحكي؟ أنا مستمتع بالحديث وبتعلم منك طبعا. كل كلمة هي ليها مثقال يعني يا جماعة، خصوصا بتبقى طالعة من قيمة وقامة زي دكتورتنا الغالية والركاة الدكتورة أسماء. الله كلنا يسعدك يا رب. مستمتعين ومش عايزينك تخلصي طبعا. لا أكيد طبعا، أي شخص يا دكتور هيثم، أي شخص يعني حابب
إنه ينضم لمثل هاي البرامج التدريبية أكيد راح يتواصل معك، لأنه هاي البرامج التدريبية هي مكملة لبعضها. طبعا. برامج فعلا قد تغير حياة الإنسان وتنقذ الإنسان من الأوهام اللي هي للأسف عم بتحيط فينا بسبب الظروف الصعبة اللي بيمر فيها الإنسان، طبعا. اللي هي بنسميها قوة الدوافع السلبية اللي احنا بنخوضها في حياتنا، اللي قد تصنع منك قائدا وقد تصنع منك شخص مذلول طول عمرك. تختار انت واحد من الاثنين، يا تصبح صحيح. قائد برغم الظروف. يعني نفس الطلاب في نفس الظروف في نفس المحاضرات، ممكن واحد منهم يجيب امتياز وممكن واحد منهم يجيب مقبول، بنفس الظروف وبنفس المحاضرة وبنفس الدكتور وبنفس البيئة الاجتماعية، ولكن منهم من قد يأخذ امتياز ويتفوق على الظروف، ومنهم قد يحصل على مقبول أو قد يرسب نتيجة تحججه أو خضوعه للظروف التي قد توقفه عن الدراسة. صحيح. كل الشكر والتقدير لمعالي الدكتورة الغالية والراقية، التي يعني أنا استفدت معلومات جديدة استفدت بيها، وشرف ليا والله وجودك. الدكتورة أسماء اتكلمت في موضوع مهم جدا عن القيادة، وقالت معلومات في غاية الأهمية. وممكن بدأت الكلام بتاعها، طبعا احنا اتعودنا لا تعقيب على تعقيب، ولكن في حتة عجبتني قوي في منذ البداية، الحتة اللي هو تولي أو ظهور القائد المفاجئ بسبب الأهل أو بسبب المعارف أو بسبب العلاقات. في الحقيقة في حديث عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيتحدث عن هذا الأمر، وأن من ولى الناس منصب وفي الناس خيرا منه فهو ملعون، يعني بمعنى الكلمة، لأن هناك فعلا لازم نعطي كل ذي حق حقه بمعنى الكلمة. ودي نقطة كانت مهمة جدا، يجب أن أنا يعني أشير إليها. طيب، لا أتخيل أن حضرتك تبقى قائد وأنت لا تعلم فن من أروع الفنون أيضا، وهو يعني بنعتبره فرع رئيسي من فروع أو الانفراستراكشر، البنية التحتية والأساسية. إن أنت ما تكونش فاهم بادي لانجوج، ما تكونش فاهم لغة الجسد، ما تكونش فاهم فن الاتيكيت الحركي. دي مهمة جدا جدا جدا. يعني إيه لغة الجسد؟ يعني لغة الجسد بنقول عليها هي ترجمة للمشاعر. يعني إيه المشاعر؟ يعني قد يكون الشخص اللي قدامي حزين ولكن مخبي ما بيتكلمش، قد يكون فرحان، قد يكون متوتر، قد يكون كاذب، قد يكون صادق. هنا بنقول دايما أن لغة الجسد تفضح صاحبها. شوف الجمال، لو تركزوا صح. في اللي جاي، النقطة اللي جاية دي من أروع ما تكون. لغة الجسد دائما تفضح صاحبها. مش ممكن مهما كنت متمرس في لغة الجسد وبروفيشنال ومحترف في لغة الجسد، استحالة تستمر أكثر من 3 دقائق في قصة أنت بتداري من رابع المستحيل. صحيح، بس أنا بدي أطلب منك إنه ترجع شوي لورا، لأنك أنت مش واضح كلك على الشاشة. في مجال؟ تمام. حاضر يلا عيني. كويس، عشان تطلع بدنا نشتغل بروفيشنال، إحنا بدنا نشوف لغة الجسد. ارجع كمان. يعني أموري وكل حاجة مطاعة يعني إن شاء الله. لا، الله يسعدك يا رب. الله يخليك. فلغة الجسد قلت ما هي إلا ترجمة للمشاعر. كل شيء بيشعر الفرد أو الإنسان بداخله بترجمه لغة الجسد بتاعته. طب دي هتفيدني في إيه كقائد أو مسؤول في مكان ما؟ هتفيدني اللي أنا هقدر أستشعر الشخص داخليا، هقدر أفهمه من جواه، هقدر أفهمه من غير ما يتحدث. ولو أنا فهمت واديت للشخص اللي قدامي إن أنا فاهمه، هتتقرب المسافات، مش هيكون هناك حواجز، مثلما يقال التي أو حالة من الجمود. أنا بكسر الحواجز الجليدية بقى. وممكن الدكتورة أسماء طبعا بتدرس هذا الكلام، الحواجز الجليدية. لو ذابت الحواجز الجليدية خلاص أنا قربت للشخص اللي قدامي. لغة الجسد دايما بنقول كده مقولة وتعلمتها من الأساتذة والعلماء الكبار اللي علموني، بيقول لك دائما احرص دائما على البدايات لأنها تعطي الانطباع الأول، واحرص أيضا على النهايات لأنها تبقى في الذهن.
يعني ايه الكلام دوت؟ يعني اول لقطه الدكتوره اسماء وهي بتقول السلام عليكم حتى في الرقمي، انا عرفت الحاله بتاعتها الداخليه. واللقطه بتاعتها الاولانيه دي هي اللي بتعطيني من داخل الانطباع الاول عنها، حتى لو ما اعرفهاش لاول مره دي. واحرص ايضا على النهايات لانها تبقى في الذهن. يعني اخر لقطه لدكتوره اسماء ودكتور هيثم وهو بيقول لكم مع السلامه وباي باي، هي دي اللقطه اللي هتفضل في الذهن. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام دوت ان العلماء علم الاجتماع وفي العلم وعلماء علم النفس قالوا ان في فن التاثير والاقناع ان 55% من فن التاثير والاقناع معتمد على البادي لانجوج، حركات الجسد بتاعتك. معقولة؟ و7% فقط معتمد على الكلام المنطوق، و38% نبرات صوت، أوطي التون وعلي التون. ده معناه إيه؟ معناه إن أنا ممكن أوصل رسائل عن طريق البادي لانجوج من غير ما أتكلم. معقولة؟ هي دي الدراسات المؤكدة. مش كده وبس، مش كده وبس. انت دلوقتي العالم العربي كله والعالم الاوروبي اصبح لو رايح تقدم في وظيفه، رايح تعمل مقابله، بيبص للبادي لانجوج بتاعتك. قد تكون لديك الخبرات وقد يكون لديك الكثير والكثير من العلوم والشهادات العليا، ولكن اثناء اجراء مقابله او اثناء موقف ما بتقدرش تتحكم او بيحصل البالانس، او انت منك مش فاهم يعني ايه لغة جسد. لان انت لو فهمت يعني ايه لغة جسد هتقرا اللي قدامك، هتقدر ان انت يكون عندك البالانس او الاتزان الانفعالي، هتقدر تتحكم لان انت فاهم ما سيقول الشخص، لان انت فهمت البدايات بتاعه لغة الجسد بتاعه. عشان تكون قائد لازم تكون لديك موهبة أو الاكتساب بقى، زي ما الدكتورة الغالية حاولت إن هي توصل للجميع أن كل شيء هو مكتسب. بس أنت لو عايز، أنت لو عندك الإرادة والتحدي إن أنت تصل لهذه الستيب أو هذه المكانة أو البوزيشن أو الخطوة اللي أنت فيها. لغة الجسد، يعني انا الشخص هو داخل عليا بيبقى بعرف اذا كان هذا الشخص سعيد ام حزين، صادق ام كاذب. وهنشوف الان ازاي ان احنا نقدر نفصل او نعرف الديتيلز المبدئية عن الاشخاص. يعني على سبيل المثال الاشخاص، وبيقابلنا يا دكتورة اسماء كثيرا داخل القاعات التدريبية، بنشوفها داخل القاعات التدريبية وداخل المؤتمرات، والدكتورة اسماء فاهمة ما اقوله جيدا. بنلاقي بعض الاشخاص اثناء بداية الورش العمل بنلاقيهم ان هم مكتفين ايديهم بالمنظر ده، بهذا الشكل. انا كقائد او مسؤول في مكان او صاحب شركه او واثناء الاجتماع او اثناء ورشه العمل عندي شخص بيعمل لي كده، لازم ان انا اكون فاهم كقائد ومدرك للغه الجسد ان هذا الشخص هو في حاله صعبه جدا، في حاله دفاع عن النفس، ولكن متحفظ. متحفظ ومرتبك وقلق وهو في حاله دفاع عن النفس. فلازم ان انا ابدا ان انا افكه او ابدا ان انا اديله بعض الامور او بعض النشاطات او اسيره في بعض الامور ان هو يبدا ان هو يتحرر من الحاله السلبيه اللي هو عليها. مهم جدا. بعض الاشخاص بنلاقيهم اثناء طول الاجتماع، مثلا لو انا طولت شويه في الاجتماع بيبدا ان هو يعمل كده. هو في حالة من الملل، هو في حالة من الملل وفي حالة من التوتر أيضا، وهو خلاص حاسس إن هو مش قادر يكمل أو مش قادر يستوعب ما سيقال. بعض الأشخاص بنبدأ إن هو أثناء الحديث حتى في الأماكن العامة بيبدأ إن هو يعمل كده بشكل مستمر، بشكل مستمر، بيحط إيده على ودنه بشكل مستمر. ده معناه إن هو غير الموضوع، لان هو مش قادر يسمع اكتر من كده. خلاص
ولذلك انا دايما بقول ان لغه الجسد هي لغه الطبطبه، هي مش لغه ان انا بفضح اللي قدامي، لا والله، هي لغه الطبطبه. لان انا لو عرفت المشاعر الداخليه لدكتوره اسماء هقدر ان انا اطبطب عليها، حتى لو بتكذب، حتى لو بتكذب. لان انا بقول ان الفن ده علم، انا بفهم بيه الشخص اللي قدامي، فانا ما بتعلمش الكلام دوت عشان احرج اللي قدامي، انا صحيح. بتعامل خاطر اخطو خطوه جديده تريحني اثناء الحديث وتريح الشخص اللي قدامي. طيب، اشخاص بيبداوا ان هم بيفركوا العين كده، بيبداوا ان هم كل شويه هو بيقرب واحده واحده لحد ما بيحط ايده في العين. الشخص دوت لو عمل معاك كده مش مصدقك يا فندم، مش مصدقك. لو عملها بشكل ملحوظه، لو عمل هذا الامر بشكل متكرر اثناء الحديث، اثناء الحديث لو فعل هذا الامر بشكل متكرر، هو مش قادر يصدقك خلاص. فانت غير الموضوع او ابدا ان انت اعمل تكلم حاجه كده فيها بصدق. معاك تاني. بالظبط كده. بعض الامور ايضا، في اشخاص قد تكون بتكذب، ودي بقى احنا في بعض الشركات اثناء الاستعانه بينا في بعض الشركات الاتش ار تدريب، او اثناء المقابلات الشخصيه بنشوفها. بيبدا اثناء بعض الكلمات وبعض الجمل او بعض الاسئله، بيبدا ان هو لما تساليه نفس السؤال مره اخرى بيبدا يحك، بيعمل حكه كده في ارنبه الانف. يعني اجي اسال الدكتوره اسماء، هو انت امبارح طلعتي بس مباشر مع دكتور هيثم؟ فتقول لي مين قال لك؟ وتعمل كده. لا بجد انت طلعتي؟ ليه يعني بتسالني ليه؟ فكده بشكل كده. في الله سبحانه وتعالى خلق فينا هرمونات، بعض الهرمونات الدفاعيه اللي بتدافع اثناء الكذب بالذات. هذه الهرمونات او هذا الهرمون بيرتكز في طرف الانف او في ارنبه الانف، ولكن الهرمون دوت سبحان الله بيسبب حكه، ان انت بتبقى عايزه، او باللغه العاميه كده عايز اهرش في المكان ده، او بيبقى عايز يهرش في شحمه الاذن. ولكن انا بدرس زي ما انا قلت لغه الجسد مش عشان افضح الشخص، لا والله، انا بدرس لغه الجسد عشان خاطر احس بالشخص اللي قدامي عشان ما أيوة، تعرف احرجهوش. تتدارك الأمور معه، كونك أنت ولا بتتعامل مع متدربين. فأنت مثلا إذا اه شفت إنه شعر بالملل بدك تحاول تعمل أجواء، تخلق أجواء جديدة لترجع انتباهه لإلك. الله عليك، صح كده، تمام تمام. فاحنا بندرس عشان نطبطب على الشخص الاخر، والعلم بيكون بداخلنا ان احنا بنبدا نفهمه. طيب، في ايماء من ضمن برضو لغه الجسد عشان دي مهمه برضو. يقول لك ايه يا دكتوره اسماء؟ يقول لك الدكتوره اسماء او فلانه ديت شبه جوزها جدا، الاتنين بيشبهوا بعض جدا جدا جدا. ولما تيجي تبص يا دكتورة أسماء للملامح بتاعتهم تلاقيها مختلفة خالص. إيه اللي بيحصل؟ أنا قلت في بداية الحديث أن لغة الجسد ما هي إلا ترجمة للمشاعر الداخلية للشخص، فالاتنين طبقوا على بعض. الله، لو تخلوا بالكم من اللي جاي ده، الاتنين طبقوا على بعض، تقارب مشاعري، فأصبح هناك تقارب جسدي، بيفعلوا نفس الأفعال، حركتهم نفس الحركات، ابتسامتهم نفس الابتسامة. فأصبح يقول لك إيه ده، الاتنين شبه بعض، ولا هم ولا شبه بعض ولا حاجة، ولكن هم الاتنين تقاربوا مشاعريا فأدى إلى حدوث نفس انعكاس مرآة. ونفس الحركات. في المقابلات الشخصية أنا بيهمني جدا إن أنت تكون عندك فن الاتيكيت الحركي، إن أنت يكون عندك اتيكيت في الحركة. يعني إيه اتيكيت في الحركة؟ يعني إن أنت تقدر تمشي بطريقة معينة، طريقة فيها كده اتيكيت، فيها روعة. تقدر تقعد سواء سيدة أو رجل يقعدوا كده قاعدة فيها اتيكيت، أبص للدكتورة أسماء وهي قاعدة أقول الله على الشكل العام ليها، اثناء المشيه بتاعتها اقول الله على المشيه دي، اقول الله على الوقفه بتاعتها، فيها استقامه وفيها جمال وفيها رقي. بالمناسبه،
ثلاث ارباع المقابلات الشخصيه الاشخاص قد يكون لديها الخبرات وقد يكون لديها الشهادات وقد لا يكون اليها المهارات، بتفشل بسبب ان هو مش فاهم يعني ايه اتيكيت حركي. صح، مظبوط كلامك. بيجي بعد ال- ال- بطريقة غير لائقة للمكان الوظيفية. بالظبط. بالظبط. الاتيكيت الحركي بالنسبه للمشي، العلماء على مستوى العالم قعدوا مع بعض كده وجمعوا وقالوا ان فن الاتيكيت الحركي بالنسبه للمشي رجال وسيدات بيتفقوا على فن اتيكيت في المشي واحد مهم جدا، اللي هو ايه؟ اللي هو ان انا بمشي قدم امام قدم، خطوه امام خطوه، خطوه امام خطوه، صعبه؟ لا يوجد شيء صعب، كله بالممارسه. ليه انا بقول الكلام دوت؟ بعض او الغالبيه الان في المؤسسات الكبرى يا دكتوره اسماء، او في بعض الاماكن العامه ذات الطابع الرسمي، او الطابع بقى اللي هو الهاي كلاس مثلما يقال، بيبدا ان هو ينظر الى الاشخاص مش على جمالها ولا شكلها، لا، هو بينظر بناء على الاتيكيت الحركي بتاعك، انت ماشي ازاي، انت قاعد ازاي. فمهم جدا ان انا اكون فاهم، لازم اكون فاهم، يكون عندي الادراك والوعي في التعامل مع الاخر. بس برضو ما يكونش ضمن التصنع. يعني أنا بدي أتدرب على هذا الموضوع لدرجة إنه يصبح عندي من مهاراتي، يعني شيء متطبع في العقل الباطن. هو الله. طول ما هو بالعقل الواعي وأنا بشتغل بالعقل الواعي راح انكشف إني أنا خلينا عم بتصنع. خلينا هقولها بطريقه اخرى، ان انا بتبع اقرا. انا بتبع اقرا، اول ايه نزل على سيدنا رسول الله ان انا لازم اتعلم كل شيء، اتعلم كل شيء عشان اقدر اتعامل مع كل الشخصيات. دي مهمه جدا، مهمه جدا، عشان اكسر الحواجز الجليديه، اقدر اتقارب للشخص نفسيا قبل التقارب اللي هو بقى بشكل عام في كل شيء. طيب، يبقى انا قلت ان الاتيكيت الحركي في المشي قدم امام قدم وكاني ماشي على خط مستقيم. امر سهل جدا هنقدر نعملها. بالمناسبه هذه المشي او هذه الطريقه هي تريح الظهر، اللي عندهم بقى مشاكل في الظهر، العظام وهذه الامور، بتروح الظهر جدا 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 لو انا اتبعت هذه المشيه. انا قلت ان هذه المشيه سيدات ورجال زي بعض، ولكن في اتيكيت الجلوس مهم جدا جدا ان انا افهم ان هناك اختلاف ما صح، بين اتيكيت أكيد. السيدات والرجال. هناك اختلاف في اتيكيت الجلوس بالنسبه للسيدات. هبدا ب ليديز فيرست مثلما يقال، بما ان احنا بنتكلم على الاتيكيت. في فن الاتيكيت الحركي يجب ان تعلم السيده ان المنظر بتاعها العام هو ما يجعلها تتقارب من اهدافها، سواء هدف وظيفه، سواء هدف اعجاب، سواء الناس دلوقتي اصبحوا بيبصوا للشخص بناء على زي ما انا قلت المشي والجلوس والمظهر العام او اللقطه الاولى بتاعتك بشكل عام. السيده عشان تصل الى فن الاتيكيت او تتحلى بالاتيكيت في الجلوس يجب ان تجلس مستقيمه الظهر، ظهرها مستقيم، وان تكون الرجل من تحت او الساق، الساقين في وضع ميول، ان يكون في وضع ميول، ويكون هناك التصاق في الساقين من اعلى الى اسفل، ويكون هناك وضع ميول. لا مانع ان تضع يدها هكذا، لا مانع ان تضع يدها هكذا على الساقين، هو ايضا من فن الاتيكيت. طب يا كوتش هيثم، هو ينفع السيدة تضع ساق على ساق؟ لا مانع في فن الاتيكيت الذي له قواعد وله مراسيم مثلما يقال، أن تضع قدم على قدم أو ساق على ساق، ولكن أن تتحلى بوضع الميول أيضا. طب واحدة تيجي تقول لي دلوقتي، طب وضع الميول يمة اليمين ولا يمة الشمال؟ كما يتراءى لحضرتك يا فندم، كما يتراءى لحضرتك، وكما يعني حضرتك القعده اللي تريحك، ولكن نحن نتحدث عن الرولز والقواعد، ولك مطلق الحريه في الاتجاه يعني. صحيح. من ضمن ايضا الجلسات بقى هنقول بالنسبه للرجال،
الرجال أن يكون أيضا الظهر في وضع الاستقامة، وأن بيكون هناك بعض يعني الكوع دوت بيكون على أحد الساقين، وراحة اليد على الساق الأخرى بهذه الطريقة، إن أنا بقعد بهذه الطريقة كده، بهذه الطريقة، يعني الكوع على ساق وراحة اليد على الساق الأخرى مع استقامة الظهر. طيب، في طريقة تانية أنا بفضلها كمدرب في المؤتمرات والقاعات التدريبية، إن الظهر بيكون مستقيم والساق بتكون للأمام والساق الأخرى للخلف، وبضع راحة اليدين على الركبة مثلما يقال. طيب، يبقى احنا قلنا كده اتيكيت السير واتيكيت الجلوس سيدات ورجال، وقلت ان اتيكيت السير بيتشابه سيدات ورجال مع بعضهم البعض. عندي الوقفة بقى، الوقفة بتاعت السيدة، وهنبدأ برضو ليديز فيرست. الوقفة بتاعت السيدة أيضا بتكون وقفة الساقين من أعلى للأسفل في وضع تلاصق، دي واحدة. أو في ناس تقول لك لا 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 ما بحبش أنا ففي وقفة أخرى، إن هو من أعلى لحد منطقة الركبة بيكون إلى حد ما في وضع التلاصق، ولكن تقارب. ولكن قدم الساق، القدم من اسفل بيكون هناك قدم، يعني الافضل بيكون اليمين بتكون طالعه لقدام شويه. دي الوقفه بتكون بتاعه السيده، ليها طريقتين زي ما انا قلت، اللي هي الطريقه الاولى الوضعين في وضع التلاصق للاعلى الاسفل، او الطريقه الاخرى الى منطقه الركبه ثم قدم للامام. بالنسبه للرجال هناك طريقتين، طريقه ان انا أكون واقف الظهر مستقيم، الساقين بيكون هناك انفراجة بسيطة، وبيكون القدمين في اتجاه رقم 7، ودي طريقة أنا بفضلها أنا والسادة المدربين أصدقائي، يعني بنفضلها داخل القاعات التدريبية. وهناك طريقة أخرى وهي أن تكون برضه هناك انفراجة، ولكن بيكون هناك اتجاه القدمين اتجاه الساعة واحدة أو الساعة 2، الساعة الواحدة أو الساعة الثانية حسب عقارب الساعة. مش كل الناس بتقدر تفعل الطريقة الثانية، فبنقول خليكم مع الطريقة الأولى، وهي طريقة بتكون كويسة جدا جدا جدا. طيب، في بعض الأشخاص، عشان نشعر بالأشخاص، هناك بعض الأشخاص بتكون في المناسبات بنحس ان هي متوتره وقلقه لو احنا فاهمين لغه الجسد، فبنقدر ان احنا نتشارك ونتعاون معاهم يا دكتوره اسماء، او حتى في الوظائف او في المهن. بيبدا ان هو بيضع يديه الاثنين خلف الظهر، ولكن بيشبك اليدين بهكذا خلف الظهر، بتكون الطريقه هكذا. دوت انسان هو كان بادئ ان هو ينسجم مع الناس، ولكن اصيب مره واحده بحاله من القلق والتوتر وعدم الاتزان وعدم الثقه بالنفس. فعشان احنا بنقول ان لغه الجسد لغه من لغات او فن من فنون الطبطبه زي ما انا اطلقت عليه، فبحاول ان انا ادمجه معايا داخل بعض الكلام او داخل بعض الامور. مهم جدا ان انا لما ابقى قاعد مع شخص ان انا اكون فاهم واخد بالي قوي، وهي فن من مهارات الاتصال والتواصل، ان انا لازم اكون عينيا مركزه مع عينين الدكتوره اسماء. ولذلك انا اطلقت مصطلح جميل قوي، قلت ايه بقى؟ قلت ان القوه مش بالعضلات، القوه بالنظرات. القوه مش بالعضلات، ضروري جدا التواصل البصري، ان انا لازم اكون ببص للشخص اللي قدامي، ولكن ليس كل شخص ما بيبصش في عين الدكتورة أسماء أو الدكتور هيثم أثناء الحديث إن هو شخص قد يكون بيكذب، لا، قد يكون هذا الشخص انطوائي أو خجول زي ما دكتورتنا الغالية والراقية بتتحدث، يكون خجول انطوائي، فلازم أطبطب عليه. حتى لو عرفت إن هو بيكذب لازم إن أنا أطبطب عليه، لأن أنا قلت إن لغة الجسد هي لغة الطبطبة، إن أنا بطبطب على الشخص اللي قدامي، لأن هو حتى بيكذب يا دكتورة أسماء، أو هو قد يكون زي ما احنا بنقول في مصر بيحور كده، لأن هو ليس لديه الإدراك والوعي والمعرفة.
بخطورة ما يفعل، لأن هو صحيح. لو عنده وعي ومعرفة بخطورة ما يفعل في جسده مش هيكذب خالص، لن يكذب. فبعض الأشخاص، وزي ما أنا قلت إن القوة مش بالعضلات، القوة بالنظرات. هناك بعض النظرات بنقول عليها النظرة الاجتماعية. يعني إيه النظرة الاجتماعية؟ يعني أنا عشان أكون إنسان عندي إتيكيت وإنسان فاهم الموظفين اللي عندي أو لازم يكون هناك اتصال جسدي، تواصل جسدي بالنظر، إن أنا أكون فاهم اللي قدامي. على سبيل المثال، لو انا دلوقتي دكتوره اسماء هي صديقه مفضله للدكتور هيثم وبيعزها، فاثناء الحديث انا بنظر لدكتوره اسماء في منطقه الوجه بشكل عام. يعني انا برضو ما ينفعش ان انا اركز في عين دكتوره اسماء بشكل متصل. طبيعه بشريه، هي ستقلق او هيجي لها عمليه قلق وتوتر، هتقلق صحيح. مني. ولكن لازم ان انا يكون هناك انتشار للنظرة بتاعتي في العين، مرة في على الأنف، على الخد، في المنطقة لحد منطقة الظهر. بنقول عن أيوة، النظرة. لأنه راح يشعر أنه مراقب، يعني راح يتوتر لأنه شعوره بالمراقبة. صحيح صحيح. ولذلك زي ما دكتورة أسماء بتقول، لو أنا ركزت في منطقة بعينها فهيجي للشخص اللي قدامي حالة ارتباك وقلق. ما ينفعش. وهذا ليس من ضمن فنون الاتيكيت خالص. يعني مش من ضمن فن الاتيكيت اللي أنا أوزع النظر بتاعي على الوجه بتاع الشخص اللي قدامي عشان أبقى شخص مريح للشخص اللي قدامي. وللأسف الشديد بنلاقيها بعض الأشخاص المسؤولة بتحاول ان هي تركز على الشخص وهو ما يعرفش ان هو كده، هو ما بيعملش ده، انت بتعمل له كده يعني بتتعبه. انت كده صح. انت تعرف ان هو صادق ولا كاذب، انت بتوتره. انت لازم ان انت تديله مساحة من الراحة النفسية عشان يقدر ان هو يتحدث معك ويكون هناك تقارب عن طريق توزيع هذه النظرات، يعني مثل ما يقال. عندي نظرة عشان للعلم والإدراك والمعرفة، عشان نكون مقدمين العلم على أفضل ما يكون. عندي نظرة اسمها النظرة الحميمية، ودي بتكون ما بين الأزواج والزوجات، أو ما بين اللاف ستوري بقى مثل ما يقال، لو اتنين مخطوبين، بتكون في الوجه والجسد بأكمله. خلوا بالكم من موضوع لغة الجسد، لأن هو موضوع مهم جدا جدا. ده اللي يعني لو أنا فاهم لغة الجسد هقدر أتقارب للشخص، مش هحرج الشخص، مش هنجرح ولا أحس بمشاعر سلبية تجاه الأشخاص. لأن أنت مادام فاهم، ما خلاص، ما أنا فاهم. إيه اللي يخليني أزعل من دكتورة أسماء؟ إيه اللي يخليني أزعل من فلان؟ ما أنا فاهمه. وأنا مادام فاهم، ربنا بيقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا طبعا، ما بينفعش الكلام دوت. طيب، بعض الأشخاص في المناسبات، الأفراح، أو في حتى الاجتماعات، عشان احنا بنتكلم على القيادة، بعض الأشخاص بتلاقيه بيقلب الكرسي. يعني بيقلب الكرسي كده، بيخلي الظهر بتاع الكرسي قدامه. بنشوفها كتير في الاجتماعات وفي المناسبات. ده بيدل ان هو في موقف دفاعي ايضا، هو في حالة دفاعية عن النفس. ليه؟ الجسد بتاعه بيحاول ان هو يدافع عن المشاعر، بتطلع على الجسد، فالجسد بيترجم، فبيحاول يضع بعض الاشياء بخلاف اللي هو الحاجات اللي هو بيعملها من مواقف دفاعية جسدية. فبيضع ظهر الكرسي. وبعض الناس يقول لك ايه ده، هو كده مفكر ان هو كده ايه، يعني كده نوع من انواع سيطرة. المودرن، او أيوة. التحرر، او من هذا الامر يعني. ولكن هو في موقف يرثى له، وفي موقف صعب جدا. فقلت هفضل اقولها، احنا بنطبطب على الشخص، فهحاول ان انا اجاريه في بعض الكلمات او في بعض الامور. اسمح في لي دكتور حمزة، ألفت انتباه لشغلة كتير مهمة. اتفضل. هلا في عنا في علم لغة الجسد في عنا ما يسمى بالدائرة الوهمية. تمام. طبعا هاي الدائرة الوهمية بحسب اللي هي، تخيل انه امامك الآن دائرة. تمام. في عنا اعلى الدائرة واسفل الدائرة وفي المنتصف. فالشخص اللي امامك انظر لمكان يديه. هل هو بيتحدث لك وهو بيستخدم الجزء العلوي من الدائرة؟ هنا هذا الشخص يرى نفسه أعلى منك في المكانة الاجتماعية. هذا الشخص شايف نفسه أعلى منك وبيتحدث بمبدأ السلطة.
صح. أما الشخص اللي بيتحدث معك في المنتصف الدائرة الوهمية، هي مش موجودة الدائرة، في منتصف الدائرة الوهمية هذا الشخص يجد نفسه متساوي معك في المكانة يعني شخص متساوي معك. أما إذا تحدث إليك شخص واستخدم الدائرة السفلية، يعني تكلم معك ولكن استخدم المنتصف السفلي من الدائرة، تأكد بأنه هذا الشخص يعطيك علامة بأنه هذا الشخص بينظر لك على أنك أنت أعلى منه في المستوى، وهو يرى نفسه أقل منك. فتخيل، شوف حركات بسيطة أو مستوى ارتفاع اليد قد بدلك أنه هذا الشخص شو ماله، هو شايف حاله وين بالنسبة لإلك، يا شايفك أعلى منه أو شايفك موازي له. طبعا شو اللي بيخوف؟ إذا الشخص اللي أمامك تحدث معك واستخدم هاي الدائرة أو المنتصف العلوي، هون يجب أن تحذر من هذا الشخص. ليه؟ لأنه ممكن أن يكون معك في نفس المكان الوظيفي اللي أنت فيه، يعني أنت وياه موظفين في نفس الشركة في نفس المكان، ولكن هو نفسيا يرى نفسه أعلى منك ويستحق مكانة أعلى منك. فشوف كيف أنه لغة الجسد ممكن تحذرك من أفكار ممكن شيطانية أو أفكار سلبية عند الأشخاص اللي أنت عم تتعامل معهم بشكل يومي. أيضا نقطة ثانية بدي أتحدث عنها، اللي هو استخدام القائد لإشارات، اللي هي إذا استخدم إشارة الإقناع أو إنه يستخدم إشارة اللي هي الإشارة اللي هي إنه يشير إلى الشخص اللي أمامه بإصبعه. هاي يعني إشارات صح بسيطة في اليدين، ولكنها ممكن تحول القائد من قائد بالإقناع والقبول إلى قائد بالسيطرة وفرض الرأي. فهاي صحيح. الحركات البسيطة من إشارات اللي بتخص القادة. تفضل كمل. أحسنتي، وكم أنت رائعة بمعنى الكلمة. وأفضل أقولها. الدكتورة أسماء طبعا أشارت إلى حاجة مهمة جدا أيضا، إن أثناء الحديث بلاش أستخدم بهذا الشكل، بهذه الإيماءة، لأن هي فيها تهديد ووعيد، حتى لو أنا بستخدمها بشكل هزار، لأن العقل ما بيقدرش يميز ما بين اللي هو الهزار واللي هو بجد. هو بيبدأ هو فاهم وخد من المعلومات والخبرات السابقة أن هذه الإشارة منذ الصغر معناها أن هي إشارة تهديد ووعيد. فهو الجسد بيبدأ يحصل له عملية توتر ودفاع، يعني الشخص ممكن يهجم عليك بشكل فظيع جدا. جيت في مرة في بعض الشركات، إحدى الشركات، يعني كان ليا استضافة لديهم يعني. وكان الشخص فاعل أمر ما، وكانوا عايزين يعرفوا إن الشخص ده فعلا، كانوا شاكين فيه وعايزين يعرفوا الشخص دوت كاذب ولا لأ. لغة الجسد هناك يعني بيبقى في دورة بنعملها متقدمة كده لبعض التخصصات يا دكتورة أسماء، لأن أنا مش كل الناس أقدر أديها معلومات بعينها، لأن قد يستخدموها استخدام خاطئ. لذلك من وجهة نظري الشخصية ليس كل علم يؤتى بعينه. لازم ان انا ادي لكل تخصص العلم الذي يتناسب معاه ومع ادراكه، لان انا فاهم. ولذلك احنا حتى في مجال التدريب يا دكتورة اسماء بنقول ايه؟ بنسأل دايما من هي الفئات المستهدفة؟ من هي الفئات المستهدفة؟ الفئات المستهدفة أنا بفهم ليه فئات مستهدفة، لأن أنا لما أجي أدي دورة لغة جسد لدكتورة أسماء غير اما أديها لطالب، غير اما أديها لدكتور، غير اما أديها لضابط، غير لما أديها لمستشار. فهناك بعض البوينت أو هناك بعض النقاط التي بتختلف. بعرف الشخص داخل لي فبديله بعض، ممكن أدي لحد من اول ما يبص للشخص يعرف هو كاذب ولا لا. من اول ما دكتوره اسماء تخش على دكتور هيثم عشان الموضوع الفلاني، انا هعرف دكتوره اسماء صادقه ام لا. فلكل حد فيه حاجه متقدمه بكل سهوله يقدر ان هو يفهمها ويقدر يحدد او يحكم على الاشخاص بطريقه علميه. ولكن
يعني زي سيدنا أبو هريرة، كان بيقول حديث حلو قوي يعني. بيقول إيه؟ حافظت عن رسول الله وعائين سرين، فأما الأول فقد بثثته، يعني قلته، وأما الثاني فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني في علوم او بعض النقاط او بعض العلوم مثلا في مجال القياده او في مجال البادي لانجوج، ما ينفعش ان انا اقولها خلي بالك انت ممكن تقدر بسرعه تعرف هيثم ده بيكذب ولا لا. لو هو خد الفكره دي واستخدمها مع بعض البشر، ممكن يستخدمها بشكل خاطئ، صحيح. بشكل خاطئ. ولذلك بنقول دايما مين الفئات المستهدفة. بنقول دايما بنسأل وظائفهم ايه، هو عايز العلم ده ليه. دي مهمة جدا في المواضيع بتاعتنا، وهذه ايضا نقطة مهمة في فن القيادة، ان انا اكون فاهم انا بتعامل مع مين، فاهم مستوى العلم ايه، المستوى النفسي ايه، المهارات والاكسبيرينس اللي عنده هتكون ايه، عشان اقدر اكون فاهم وعندي داتا عن هذا الشخص. دكتورتنا الغالية والراقية، لو ليك اي اضافات اتفضلي. أنا بدي أتحدث عن في موضوع اللي هو البادي لانجوج، لغة الجسد، اللي هو موضوع الثقة بالنفس. لكل هاي الحركات اللي أنت يعني دلتنا عليها، كيف الوقوف والجلوس وحركة اليد، الأكتاف، ملامح الوجه، كل هاي الأمور يعني بتدل وبتعطي انطباع عن الثقة بالنفس. زي ما احنا بنعرف إنه هناك نوعين من الثقة بالنفس: الثقة بالنفس المطلقة والمحددة. وعشان أوضح لهم اللي هي الفرق بينهم، عندك الثقة بالنفس المطلقة، هي الثقة اللي بتكون يعني آه، هاي الثقة يستطيع الشخص تاعها بأنه إطلاق أو التعامل مع كافة الصعوبات وكافة المواقف بقوة. يعني هذا الشخص بيتعامل مع كل المشاكل اللي بتواجهه بحياته وكل الضغوطات بسهولة، بتقبل الخطأ، بتقبل الانتقاد. هذا الشخص نحكي عنه صاحب ثقة مطلقة. وطبعا أكيد لغة الجسد هي اللي راح تعطي انعكاس بأنه في عنده ثقة مطلقة. أما الشخص اللي ممكن يستخدم حركات الارتباك والأشياء الأخرى، حكة الذان أو كذا، هاي الصفات الحركات الأخرى اللي ممكن تكشفه، قد يكون لديه ثقة بالنفس، ولكنها النوع الآخر من الثقة بالنفس اللي هي الثقة المحددة بالنفس. طبعا هاي النوع من الثقة هي بيستخدمها الشخص أو لا تظهر في جميع المواقف، وإنما تظهر في مواقف محددة حسب تقدير الشخص لقدرته على الخوض في التجربة. يعني ممكن الإنسان يتعرض لموقف، أنا مثلا كأسماء الفارس أشعر بإني قادرة على التدخل الآن، خلاص أنا واثق، عارف داخلي قدراتي، فأنا حفوت في هذا الموقف. شخص آخر بيحكي لك فعلا رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، عارف شو قدرته، فبتصرف وبيتدخل بالوقت اللي هو بيشوفه مناسب. كل هاي الأمور يا جماعة تعكس الإيمان الإيجابي بالمستقبل. لأنه إذا رجعنا شوي لتطوير الذات، حكينا تطوير الذات إنك تقوم بنشاطات اللي هي مثلا كيف بدك تتدرب على لغة الجسد، نشاطات تسعى تقوي مهاراتك، تشتغل على لغة الجسد، تشتغل على رفع المستوى الفكري الذهني، تنمية قدراتك. كل هاي الأمور حكينا عنها إيش؟ تطوير. طيب، الثقة بالنفس هي القدرة على إني الإيمان إنك بنفسك، إنك تؤمن بهاي القدرات، تؤمن الله بهاي المهارات. عليك، الله شو عندك عليك. إيمان، على قدر ما عندك إيمان بهاي القدرات، على قدر ما راح تعكس لغة جسدك الكاريزما تاعيتك كقائد، اللي هي روح القائد. ليست الكاريزما، نكرر مرة ثانية، الكاريزما مش يعني زي، مش يعني لبس، مش معنى ان انا لابس رسمي بس وخلاص. حكينا هي كفاءة زائد كاريزما تساوي قائد. فإذا على قدر إيمانك بأحلامك، بنفسك، بقدراتك، بطاقاتك، بلغة جسدك، راح توصل لمرحلة الثقة بالنفس اللي أصلا لو وحدها راح تظهر بلغة جسدك من دون ما حتى تحاول إنك تظهرها، ولا تحاول إنك تعكسها أمام الشخص اللي أمامك. هي حيشوفها، لأنك أنت من جواتك واثق، أنت مآمن بقدراتك، صحيح. عندك إيمان. هذا اللي بنسميه النرجسية الصحية التي يجب أن تتوفر في كل شخص منا. كل واحد منا لازم يكون نرجسي بإيش؟
بثقته بأحلامه وقدراته وطاقاته. هاي النرجسية راح تعكس لغة الجسد بدون محاولة، بدون أي محاولة لاصطناعها. لهون صحيح. يعني أتوقع أنه يعني قد ما نحكي عن هذا الموضوع أكيد ما راح نجازيه. لغة الجسد هو علم يدرس، يعني علم كبير، مش ممكن أنه نجي بنقطة أو نقطتين. بس في معلومة حابة أذكرها: وجه الإنسان إذا قسمته لنصفين قد يعكس شعورين. وجه صحيح. الإنسان، خذ صورة أي شخص صور صورة، حاول إنك تركز، اقسم الصورة نصفين. في عندك الجانب الأيمن والجانب الأيسر. دائما هناك جانب يعكس جهة مزيفة. لاحظ أغلب المشاهير بيحاولوا أنهم يظهروا على الكاميرا في جانب معين ويخفوا الجانب الآخر، لأنه دائما وجه الإنسان أو الجانب الأيسر من الإنسان يظهر حقيقة المشاعر التي في داخله. وهي النقطة طبعا لا يعلمها الأغلب، بأنه فعلا حتى مع أن أنا وحدة، شخص واحد، أحلام واحدة، ولكن وجهي يقسم لنصفين، يعكس مش كده، مشاعر مزيفة وما يعكس مشاعر حقيقية. مش كده وبس يا دكتورة أسماء، أنا ممكن إن أنا عن طريق الوجه أعرف شخصيتك إيه، طبعا أكيد. وأقدر عن طريق الوجه بتاع دكتورة أسماء ممكن أعرف هي أكثر جيناتا لوالدتها ولا لوالدها. يا سلام. ممكن من هل هي دون ما تشوف ايش اسمه، من هل دون ما هي تشوف يعني صورة الوالد والأم، مثلا الوالدة والوالد. لا لا لا، يعني دكتورة أسماء هي الأقرب جيناتا لوالدها، بتتحلى بنفس الطباع، مهم. طبعا بتتحلى. طبعا. علم لغة الجسد ده علم لا يستهان فيه. تحدث عن الأكثر في الطباع والأكثر في الأخلاق التي كان عليها الوالد أكثر من الأم. عن طريق الوجه نقدر نحدد، ولذلك الله سبحانه وتعالى، هفضل أقولها ويا رب يجعلنا من أمة اقرأ اللهم دائما آمين. على الطريق دائما. كل ما هتدرك وكل ما هتتعلم وكل ما فأنت تطيع الله سبحانه وتعالى. الدكتورة أسماء قالت نقطة من أخطر ما يكون وأحييها عليها، بتقول لكم خليكم نرجسيين مع نفسكم، إن أنت تكون حريص على التطوير، حريص على تطوير الذات، حريص إن أنت يكون هناك لديك مكانة عالية في المجتمع اللي أنت فيه. وتحدثت أكثر من مرة وسمعتها عن إيمانك بذاتك، لأن باختصار شديد هناك آية قرآنية ربنا بيتحدث عنها وبيقول: وكان حق علينا نصر المؤمنين. المؤمنين بالله والمؤمن بذاته وأفكاره والمؤمن بما بداخله. ربنا هينصرك على اللي جواك، باللي جواك دوت، وهينصرك فيه. خلي بالك، سواء خير أو شر، أحسنت. سواء خير أو شر. وكان حق علينا نصر المؤمنين. اللي انت بتؤمن بيه ربنا هيديهولك جواك. عايز تصل الى اعلى المراحل واعلى المراتب هتصل، بس انت يكون عندك ايمان وربنا هيوصلك. وبرضه للناس اللي هي جواها مكر وغل ومكايد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هينصرك في المكر والغل والمكايد، ان هو هيجيب لك اشخاص تكيدك وتمكر بيك، والدنيا مش هتديك غير برضه اللي ربنا قسمه لك. لو ليك اي اضافات اتفضلي يا دكتوره. لا أتوقع أنه هيك يعني بنكون أعطينا الموضوع حقه. طبعا الحديث يطول عن القيادة والأمور هاي جدا مهمة، ومهارات القائد ومستويات القيادة، وشو هم القواعد الأساسية اللي الإنسان بيشتغل عليهم حتى يصل إلى روح القائد. الموضوع يعني يطول بصراحة، يعني قد يحتاج ل3 ساعات حتى أني مثلا أوصل فقط لتحديث فقط عن القواعد التي يتبعها الإنسان لوصوله لشخصية القائد بإذن الله. ولكن إن شاء الله القادم يعني القادم إن شاء الله جميل،
وأكيد رح يكون في لقاءات أخرى نتحدث فيها أكثر عن موضوع القيادة، وبرضو عن لغة الجسد، لأنه هاي من أهم المواضيع اللي أنا بتحدث فيها في دوراتي في التنمية البشرية، اللي هو موضوع لغة الجسد. كان لقاء جميل ومليء بالمعلومات القيمة. بحييك دكتور هيثم على هاي الاستضافة الرائعة، وبتشكرك من قلبي. وإن شاء الله أنه كل شخص حضر هذه المحاضرة أو هذه الورشة التدريبية يستفيد من الكم الهائل من المعلومات اللي تحدثنا فيها. صدقا هي غنية جدا بالمعلومات. لكم مني فائق الاحترام والتقدير، المدرب بأسماء الفارس. صراحة سعيدة بهذا اللقاء الجميل. الوقت بجد والله الوقت كان يعني أنا ما شعرتش بالوقت مع الدكتورة الغالية والراقية والجميلة الدكتورة أسماء من أرض الأردن الحبيبة. نحيي طبعا تحية للدكتورة أسماء على هذه المعلومات الوافية الكافية بجد والله. أنا عن نفسي لم أشعر بالوقت، وأكيد السادة المشاهدين أيضا نفس الوضع. بجد استمتعت بوجودك، صديقة غالية وراقية جدا جدا جدا، وإن شاء الله نجدد هذا اللقاء يا إن شاء الله دكتورة راح أسماء. نستضيفك معنا بالملتقى حتى أعرف عن نفسي الأشخاص اللي يمكن مشاهدون لأول مرة عندك. أنا رئيسة الملتقى الدولي للمدربين العرب، وطبعا يعني بيشرفني أن نستضيفك عنا بصفحة الملتقى لكم الهائل ما شاء الله. أنت قلت لك أنت ما شاء الله موسوعة علمية. بدنا نتحدث أكثر عن موضوع الطاقة، يعني العلوم اللي أنت نحكي متخصص فيها. هذا الموضوع جدا مهم وشيق، وأكيد الكل بيحب إنه يتعرف عليه. ولكن الأكثر يعني لفتني أكثر هو استخدامك لعلوم الطاقة بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية. وهذا يعني الشيء اللي كثير بهمني أو بلفت انتباهي بأسلوبك في التدريب، بأنه ما شاء الله يعني كل شيء هو مبرهن بآيات قرآنية وبأحاديث نبوية شريفة، لنبين للناس أنه فيك تستخدم علوم الطاقة اللي خارجة أو التي لا تخضع للشريعة الإسلامية، وهناك علوم طاقة الشريعة الإسلامية نفسها تحدثت عنه. فإن شاء الله قريبا، كل عام طبعا وانت بخير، مناسبة العيد إن شاء الله رح نستضيفك بعد العيد بلايف معنا في الملتقى، وحيكون لقاء أكيد أكيد رائع إن شاء الله نتحدث فيه معك. ومنرحب بأي مدرب آخر مثلا أصدقائك حابين إنهم نستضيفهم معنا في الملتقى قريبا إن شاء الله. كل احترام والتقدير لشخصك الكريم حبيبتي. ربنا بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل حاجة موجودة عندنا في ديننا. إن شاء الله يسعدني ويشرفني طبعا تواجدي مع حضرتك في أي مكان. تحت أمر الجميع، وإحنا برضو نحو الإدراك والوعي والمعرفة بنحاول نفعل وننفق مما نحب. يا ريت الجميع ينفق مما لديه حتى ينفق عليه من عند الله سبحانه وتعالى، ويثاب على هذا العمل، لأن هذا هو الباقي والصالح اللي هيفضل لينا إن شاء الله إن إحنا ننفع. هذا هو الهدف السامي اللي هو نشر العلم والثقافة يعني بالمجان. كثير من الأشخاص للأسف العلم أصبح الآن محتكر، وأغلب الأشخاص يعني مش مستعد يعني يفرط من وقته لو 5 دقائق كصدقة عنه، لأنه الصدقة ليست فقط بالمال وإنما بالوقت صدقة، العلم صدقة. يجزيك الخير على ما بتقدمه على صفحاتك من يعني معلومات قيمة بتعطيها للناس بالمجان. غيرك عم بيحتكر هاي المعلومات لأنه فقط هو بيشعر بأنها مصدر رزق، ولكن الرزاق هو الله. وكل ما قدمت كل ما قدمت أكيد ربنا راح يوسع رزقك بإذن الله. سعيدة جدا بحضوري معك، وإن شاء الله القادم أجمل. سعدتم مساء جميعا، وتصبحون على ألف ألف خير. شكرا جزيلا لحضراتكم. كان معكم دكتورة أسماء الفارس من الأردن، وكان معكم من أرض الكنانة مصر الحبيبة الغالية أم الدنيا دكتور هيثم حمزة. كل عام وحضراتكم بخير وفي سعادة وفي أمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا دكتورة السلام أسماء. عليكم. حياك يا مرحبا، حياك. مع السلامة.